أخرى تقتل بذريعة ما يسمونه شرفاً. طيبة العلي سمعتوا عنها؟ تعال أحكي لكم قصة. طيبة العلي شابة عراقية في 22 من عمرها، عرفت عبر منصات التواصل الاجتماعي كصناعة محتوى تنشر تفاصيل حياتها اليومية بعد انتقالها للعيش في تركيا. ظهورها العلني، أسلوب حياتها، استقلالها جعلها محط جدل وانتقاد واسع من بعض أفراد عائلتها. مع نهاية عام 2022 عادت طيبة إلى العراق لزيارة عائلتها في الديوانية. العودة لم تكن بدافع الاستقرار، بل زيارة قصيرة بعد محاولات صلح وضغوط عائلية متكررة لإعادتها إلى البيت. وفق التحقيقات لاحقا كانت الخلافات العائلية محتدمة وتركزت حول أسلوب حياتها ومحتواها العلني على الإنترنت ورفضها التخلي عن استقلالها. وفي الليلة السابقة للجريمة لم تسجل أي بلاغات رسمية أو شجرات موثقة. دخلت طيبة إلى غرفتها ونامت، وفي ساعات الصباح الأولى أقدم والدها على قتلها وهي نائمة. لم تكن هناك محاولة للهروب، ولكن بعد الجريمة سلم الأب نفسه للشرطة واعترف بالفعل. خلال التحقيقات أقر الأب بارتكابه الجريمة مبررا فعلته بالدوافع شرفية وفق ما ورد في محاضر الشرطة. القضية صنفت رسميا كجريمة قتل عمد داخل إطار العنف الأسري، وهنا تحولت القضية من جريمة فردية إلى قضية رأي العام. المحكمة العراقية أصدرت حكما مخففا بالسجن لمدة 6 أشهر استنادا إلى مواد قانونية قديمة تتعلق بجرائم الدوافع العائلية. والحكم أثار موجة غضب شعبي واحتجاجات في عدة مدن عراقية، مطالبات بتعديل القوانين الخاصة بالعنف الأسري وجرائم القتل داخل الأسرة.